السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أحبابي؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. قبل كل شي بنصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم أكلتنا هي الشاورما السورية، هي معشوقة السوريين. أكلة طيبة كتير ومشهورة وبتنفع لرمضان، بما أنه هلأ قرب رمضان بقيله أقل من شهر. إن شاء الله رمضان مبارك عليكم. نبدأ هلأ سلسلة مأكولات وحلويات رمضانية. هلأ عندي أنا هون صدور الدجاج، بدي أقطعهم لشرايح رفيعة. طبعا صدور الدجاج ما فيها عظم، خالي من العظم. هون بعد ما خلصت نجيب الطاسة، بدنا نعمل هلأ التتبيلة الشاورما. أول شي عنا هون كاسة لبن، خل أبيض ربع كاسة، دبس بندورة ملعقة أو ملعقتين، زيت أبيض، زيت عادي، نص كاسة زيت، بصل وثوم مبشورين، نص بصلة ونص راس توم، شرايح ليمون، ورق غار، ماجي، ملح، كمون، فلفل أسود، فلفلة حمرا، بهارات فروج خشنة، بهارات شاورما، كزبرة، قرنفل،
نحركن نغطيهن على جنب. عندي هون عجينة الشاورما، أنا هون عجنتهم خليتها راس لا تختمر شوي. العجينة هي عجينة عادية، عجينة الخبز العادي، طحين ومي وملح وخميرة. تم ندلكها لحتى تصير بشكل رفيع هيك. عندي هون على الجنب حطيت طواية على الغاز لحتى حميت. هلا بحط عليها الخبز حتى يستوي. طبعا خليها بتحمى قبل بوقت. انا هون ما بدي اخلي الخبز يستوي على الاخير، يعني مستوي بس الا شوي يعني. هون صارت عندي الكمية جاهزة، انا حطيتها بشكير نظيف مخصص للخبز هذا عندي. اي قطعة نظيفة عندكم بس عشان يتم الخبز طري. شوفوا كيف طراوته احلاها. بينحفظ كمان بكيس نايلو كمان بصير. هلا هون بعد 3 ساعات صارت جاهزة عندي. هون بدنا نحط الطواية على الغاز. بعد ما بتحمى شوي بدي احط فيها ملعقة دهن. الدهن يعني اللي هو الشحم الابيض، دهن ابيض. هي الكمية اللي عندي بتاخد ملعقتين بس. انا عندي هون قسمته لقسمين على طوايتين، بكل واحدة حطيت نص طور الدجاج اختصارا للوقت. انتو اذا الكمية عندكم ما كتيرة فطواية واحدة تكفي. بنتم نقلب فيها كل شوي لحتى تستوي. هلا عنا هون مخلل الخيار، بنعمل شرايح رفيعة. انا عندي مخلل خيار ومخلل مشكل. هو المعروف للشاورما مخلل الخيار، لكن كل واحد هو ذوقه. انا هون جهزت التومية اختصار للوقت كمان. هاي التومية عملت بيضة واحدة صفار مع البيض مع بعض، وسن توم وملح وليمون وزيت. وفي طريقة تانية مع اللبن، اللي بيحب انا عملت قبل بمرة، رح اخلي لكم رابط في صندوق الوصف بشوف الفيديو. اللي بحبها بلبن. هون اول شي بدنا نحط التومية. بعدين المخلل.
بعد صدور الدجاج. وهيك هلا السندويشة صارت عنا جاهزة، إلا شوي لسه مرحلة واحدة بس. نحطها على صحن على جنب، نعمل واحدة تانية على السريع مع بعض. هلا هاي الكمية صارت عندي جاهزة كلها. طواية على الغاز، بدي أدهنها أرضيتها بشوية زيت. هلا اللي عنده شواية الشاورما بيكون أفضل وأسرع، واللي ما عنده بيعمل مثلي على طواية. هلا هون بنكبسها أي شي عندك، حتى لو كان معلقة عريضة شوي كمان بصير، المهم تكبسيها. هيك صارت جاهزة عندي، بدي أحطها بطنجرة وغطي الطنجرة عشان تتم السندويشات طرية. هاي الشكل النهائي للشاورما صارت عنا جاهزة، عن جد تتبيلة وطعم روعة. بنصحكم تجربوها وادعولي، وإذا عجبتكم لا تنسونا من الإعجاب من الاشتراك، وربي يسعدكم حبايبي. أستودعكم الله بفيديو تاني إن شاء الله.